بارقة الأمل التي سطعت منذ عدة مواسم من بين صفوف الناشئين بنادي الزمالك، موهبة كروية شابة تنبأ لها الجميع بالنجاح ومواصلة مشوار عظماء الجبهة اليمنى في تاريخ الكرة المصرية. قدم إمام الصغير مع الزمالك مواسم رائعة بعد أن تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بنادي الزمالك على يد الكابتن أحمد رفعت، وأبهر المتابعين بمستوى ومهارات افتقدها هذا المركز في أجيال كروية متتالية، ورشحه الجميع ليكون الجناح الأيمن لمنتخب مصر الأول. ولكنها الأزمات التي إذا عرفت طريقها إلى أي لاعب كرة قدم عطلته وعرقلت مسيرة النجاح. وما بين رغبة اللاعب في الاحتراف مرة ورغبته في تعديل قيمة عقده مرة أخرى وعدم الحصول على مستحقاته في أوقاتها مرات عدة، توترت العلاقة بين إمام ونادي، وعود إدارية متكررة وعدم ثقة من اللاعب، وكالعادة جماهير الزمالك هي المتضررة. وبعد أن نشبت الأزمة الأخيرة بين اللاعب والإدارة بسبب المستحقات، سنحاول التوصل إلى إجابة شافية للسؤال: هل حازم إمام يبحث عن حقه المشروع أم أن لناديه عليه حق؟ أهلا بكم في الجزء الأخير من السادسة مساء. برحب بضيوفي وضيوف حضراتكم الأستاذ محمد إمام والد حازم إمام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أيضا برحب بنجم نادي الزمالك ولاعب في الحقيقة على مستوى عالي جدا فنيا وأيضا خلقيا. الراجل أنا الأوقات القليلة اللي احتكيت بيه هادي جدا وما بيتكلمش كتير وطبيعته كده هاديه جدا. الكابتن حازم امام، اهلا بيك كابتن حازم. الله يخليك. منورنا النهارده الله يخليك. ومهم جدا ان احنا مش جايين نعمل فرقعه او جايين نقول مين غلطان، احنا جايين نوضح وجهات نظر، ولازم الجمهور كرة القدم كله يبقى عارف الوضع. وانا بقول ده دور الاعلام. تمام. يعني دور الاعلام ان احنا نبين للناس الحقائق وفي نفس الوقت نجيب وجهتين النظر. ما ينفعش دائما وابدا يبقى وجهه نظر هي اللي موجوده، سواء وجهه نظر اللاعب او وجهه نظر النادي. تمام. او النادي يقول وجهه نظر واللاعب يمنع من انه يقول وجهه نظر، وده موضوع مش ما اعتقدش ان هو يفيد القضيه نفسها. تمام. مبدئيا هبدا مع حضرتك. اتفضل. الازمه فين يا استاذ محمد؟ الأزمة حضرتك حازم لاعب كورة في نادي الزمالك من تقريبا من 16 17 سنة. تمام. والولد بيحب نادي الزمالك جدا. حازم عنده دلوقتي 23 سنة. يعني في تقريبا 23 سنة. لا، راح نادي الزمالك وهو عنده 5 6 سنين. ياه. انت حضرتك كان ليك في الكوره، لعبت؟ لعبت فتره كده معينه. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في جريده التايمز اللندنيه. بسم الله ما شاء الله. رحت نادي الزمالك، لعبت في الناشئين؟ لعبت في جيل مين؟ يعني كان ايام الكابتن حماده الشرقاوي والكابتن شريف. دول كانوا مدربين. دول مدربين كانوا مدربين. لا، ما اعتقدش ان في حد كمل يعني. ما حدش كمل من جيل. كان جيل خلص بسرعه. بالظبط كده. كويس. لان الكره كان نفسها كويس ان حد مكمل. الحمد لله الحمد لله. طيب اتفضل كمل قول. يعني بقى له سنين انت اصلا زملكاوي ابا عن جده. دي حقيقه والله. وراجل بتحب نادي الزمالك والله. وهو حازم بيحب الزمالك جدا. انا اقول لحضرتك على حاجه يمكن ما حدش يعرفها. والله العظيم حازم بقاله 4 ايام ما نام بسبب المشكله دي. بسبب حبه للزمالك. جميل. مش المشكله نفسها. جميل حضرتك. جميل. بس حضرتك تعلم والناس الكره دلوقتي بقت اكل عيش. مظبوط. ده خلاص. هي ما عندوش شغلانه تاني. ما عندوش شغلانه غيرها. الولد ده كان بيشتغل في شركه في احدى شركات قطاع البترول وتم فصله منها، فخلاص ما عندوش غير الشغلانه دي. الولد ده لا قدر الله حضرتك لعيب كره في نادي الزمالك، لا قدر الله لو حصلت له اصابه بكره ولا بعده، مع احترامي ليك، هيعمل ايه بعد كده في حياته؟ دي حقيقه. فخلاص احنا جالنا في وقت من الاوقات الولد ما كانش بياخد مستحقاته، وكان مع الكابتن حسام وابراهيم طبعا الواحد بيكن لهم كل احترام طبعا. ما كانش شايف نفسه ما كانش شايف ان ليه دور مع الجهاز السابق. وكلمنا معاهم بمنتهى الشياكه كده والناس بمنتهى اللطف، وخلاص وافقوا لنا على اعاره. وطلع الولد اعاره حضرتك لنادي الاتحاد لمده سنه. حازم كان هياخد فيها 1,000,000 جنيه.
اوكي. واخد بال حضرتك. والدكتور عفت السادات مبدئيا يعني الواحد بيوصيه بيع في حياته. في البيع في حياته طبعا في الشخصيه المحترمه، في الشخصيه المحترمه طلعت اخوه السادات طبعا، الله يرحمه ويحسن الله يرحمه ويحسن اليه. ولما رحنا نادي الاتحاد حازم عقده كان ب1,000,000 جنيه، واخد بال سعادتك. وخلاص والامور ماشيه بموافقه نادي الزمالك، وادوا الضوء الاخضر بفاكس رسمي. كانوا تعمل انديه مع بعض مفيش مشكله يعني. الولد لما راح نادي الاتحاد جه الكابتن حسن شحاته قبل ما نبدا بيوم واحد قال لا انا عايز حازم يرجع، انا عايز الولد ما صدق. طبعا مع احترامنا لنادي الاتحاد يعني نادي كبير طبعا ونادي طبعا محترم طبعا يعني. ما صدق ان المكان اللي اتربى فيه قال له انا عايزك. رجع له حضرتك، لا قال انا عايز اعدل عقدي او انا عايز 1,000,000 جنيه زي. بس تفتكر مش ده غلط يا استاذ محمد؟ يعني ما هو النهارده احنا ما بنتفقش تمام وبعدين نيجي نختلف، تمام. وده كلام مش كده يا حازم؟ طبعا. يعني اشترك معايا في الكلام. يعني انت معتبر والدك هو عايز يعني مع طبعا الاحترام له ان والدك وحقه، لكن انت كمستشارك، بلاش نقول مدير اعمال، لان مدير اعمال دي ما تنفعش مع الوالد، هو مستشارك. فالمفروض ان انتوا تقعدوا تحطوا النقاط فوق الحروف يا حازم. يعني النهارده انا عايز العب في نادي، انا هرجع نادي الزمالك او الكابتن حسن طلبني. فكره الكابتن حسن، انت مشكلتك مش فنيه، لان الكابتن حسن بيلاعبك دايما. ايوه كده. كابتن حسن واضح انه مقتنع بامكانياتك، واضح مقتنع بيك وبتلعب دايما. انما مشكلتك في ان انت حاسس انك ما بتاخدش حقوقك اللي منصوص عليها، مش كده ولا؟ انا مش مشكلتي طبعا زي ما حضرتك قلت، مش مع كابتن حسن او كابتن اسماعيل. انا بحبهم جدا ومش عارف اقول لحضرتك هم بيعاملوني ازاي. هم بيعاملوني بره الكوره، هم عارفين يعني انا ايه، انا شويه نفسيا كده. لو حد بيعاملني كويس غصب عني ببقى كويس في الملعب. تمام. فهو كابتن اسماعيل وكابتن حسن طبعا بيعاملوني معامله كويسه جدا. انا من اكتر الحاجات اللي زعلتني ان انا عايز امشي، ان الجهاز الفني وجمهور نادي الزمالك، لان جمهور محترم جدا وما عملوش معاه قبل كده موقف وحش، على طول مساندني. مش انا لوحدي، انا وكل زمايلي. ف زي ما بقول لك، انا رجعت من الاتحاد باشاره صغيره بس من كابتن حسن، ان هو كابتن حسن عايزني. فرجعت وما اتكلمتش. كنت هتاخد في الاتحاد 1,000,000 جنيه. المفروض خلينا نركز في المفروض عشان هي موضوع حلقتنا النهارده. الدكتور عفة كان هيديني 1,000,000 جنيه في الموسم، مع انك تستاهل اكتر من كده مع احترامي يعني. ربنا يخليك. انا ما يعني وجهه نظري انت فنيا تساوي اكتر من كده. في لعيبه ما بتعرفش تباصي بتاخد الرقم ده. فانت كنت موافق بيه، وبالرغم من كده نادي الزمالك وافقت. ونادي الزمالك مضى، يعني هو كان ناقص امضيتي انا، هو كان نادي الزمالك مضى على الموافقه. دي كانت اعاره أوكي. يعني لو انا كنت مضيت خلاص، يعني حتى لو نادي الزمالك قال له اقعد وانا ما رضيتش اقعد، خلاص نادي الزمالك مضى على تمام. رجعت وقعدت مع كابتن حسن. طبعا زي ما بقول لحضرتك، ما لا اتكلمت في تعديل عقد طبعا، لان انا مش عايز عقد يتعدل، بس كنت عايز اخد فلوسي في ميعادها، لان انا ما كانش هيبقى عليا ديون او ما كانش هيبقى عليا اي حاجه لو انا باخد فلوسي في ميعادها. لان انا الديون اللي عليا مش مبالغ كبيره. انت بالفعل مديون، الناس مش هتصدق يعني. لا، بالفعل انت مديون. انا مدير البنك اللي انا بتعامل معاه وكده كلم مستشار جلال ابراهيم وقال له على الحاجه اللي عليا. الله. قال له الولد عليه فلوس يعني وورقه. طب يا جماعه اتحول للشؤون القانونيه. اتحول للشؤون القانونيه. يعني الولد ممكن تقول لنا الرقم كام لو سمحت؟ ان في البنك في 140,000 جنيه. انا 140,000. انا لو باخد فلوسي في ميعادها مش هيبقى مبلغ، مش هيبقى في حاجه عليا لو انا باخد فلوسي في ميعادها. يعني يا جماعه، يعني انا بكلم جمهور نادي الزمالك والمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا، عشان ما نقصوش على لاعب كره قدم تقدم بشكوى ضد نادي، لان المساله مساله اكيد 1,000,000% وصل لدرجه انه اما يبقى مديون ب140,000. يعني المفروض الوضع الطبيعي، حتى لو هناك ازمه في نادي الزمالك، فنادي الزمالك بيطلع مرتبات موظفين وبيطلع لناس وبيدي جزء من اللعيبه، فالادام وصلت للمرحله دي ومدير البنك اتكلم وحول الموضوع، يبقى كان لابد ان يبقى في تحرك. بالظبط. على الاقل اروح احط ال140,000 واقول له يا عم العب، وبعد كده نبقى يحلها الحلال منا وبين بعض. بالظبط. هو ده اللي كنا طالبينه حضرتك، احنا ما كناش طالبين. فالرد معلش، هو بيظهر في الاعلام بصوره المشاغب، لكن انا عشان انا جوه اتحاد الكوره نفسه. تمام.
فالعمليه انا حاسس بيها، في ناس كده بيتلككوا لهم على اي حاجه. مظبوط مظبوط. هو ظاهر بهذا الشكل. تمام. فمهم جدا نوضح برضو. نادي الزمالك رد عليهم قال ان احنا مش مطلعين له شيك ب 30000 جنيه. يعني هم بيكلموهم بيقولوا لهم هو عليه 140000 جنيه، قال له ما احنا طلعنا له شيك ب 30000 طب جنيه. احنا سمعنا انك رفضت تاخد 90000 جنيه، حتى لو 90000 جنيه ما انت عليك 120. ما أنا علي خلاص ياخدوا هم الفلوس، بلاش يدوهم لك في ايدك يا اخي، يروحوا يدوهم البنك. تمام تمام. مش كده يا أستاذ في محمد؟ في بقى حضرتك احنا انا عايز اقول طب عقد هو مضى عقد من هو عنده كام سنه؟ حازم ماضي عقد أول من ما صعد حوالي درجة 4 سنين أول ما صعد درجة أولى. تقريبا. اول ما صعدت درجه اول ما صعدت درجه اولى طلع مضيت زي الفل بصراحة. مضيت على بياض. مضيت على بياض. مضيت على بياض حطوا لك ارقام كام؟ ان انا هم قالوا لي 40,000. هم ما اتفقناش على ارقام، بس انا قلت له ايوه انت ما اتفقتش. اه انت قلت لهم مضيت ان انا على عايز بياض 3 سنين. والنادي اللي حط قلت لهم انا عايز 3 سنين. عملوها 5. عملوا 5 سنين طبعا ده وضع طبيعي. عملوا 40000 جنيه. يبقى اذا انا عايز اقول برضو في عالم الاحتراف مفيش الكلام ده. تمام حتى لو انا الناشئ بتاعك، تمام. ادام بنتكلم في عالم احتراف، حتى لو انا الناشئ بتاعك وانت صرفت عليا من حقك تستفيد مني، بس أكيد. بالقيمه. اكيد. انت النهارده مضيتني 5 سنين، تمام. وهو طبعا شرف كبير له انه بيلعب في نادي أكيد. الزمالك. طبعا طبعا. لان من غير ما يلعب، لو بيلعب في نادي، هو طبعا دلوقتي الامور بقت افضل الى حد ما، انه بيلعب في انديه تانية، وممكن يعني زي وليد سليمان ما تمام. لعبش في الاهلي اختاره، مظبوط. زي مثلا حسين علي، حسين حمدي كان بيلعب في المقصه والزمالك خده. بس عايزين نقول برضو حضرتك يعني عايز اقول انت تقدر دلوقتي تثبت وجودك برضو ان الناس دي اجتهدت. ما هو انا بقول انما وقت ما بدأ حازم وجوده في نادي الزمالك هو اللي عمل له قيمه. فرق طبعا وعمل طبعا. له اسم. اكيد طبعا. اكيد طبعا اكيد. انما طبعا. بدأ ب 40000 جنيه في الموسم. تمام. مش كده؟ بدات اول سنه ب 40. عدلوه لي ثاني سنه. فقالوا هنزود سنه زياده، فانا قلت انا مفيش مشكله. فقالوا لي عقدك هيعدلوه لك ويزودوا، يبقى هتفضل الخمسه زي ما هي. الخمسه زي ما هي. بس قالوا ايه، هنخلي لك عقدك ب 400000 في السنه، وكل سنه هزيد 100. فكان ليا انا والمرجاني وعلى اعلى. بعد ما اثبتت وجودك بدل ما 40 400 بقى 400. وده حقك طالما بتدي وبتنتج وبتلعب، حقك. فنفس الحكايه رحت ماضي على بياض برضو. انا والمرجاني وعلى علي. عملوا 400 زي هم قالوا، بس مش كل سنه بيزيد 100 زي ما اتفقوا. يعني قالوا كل سنه يزيد 10%. بقت 10%. يعني بقت مش مشكله يا عم الحاج. مش مشكله يا عم مش مشكله على فكره، احنا راضيين بال 400 و400 كويس مش جدا. مش مشكله، بفضل من عند ربنا. الحمد لله رب العالمين. بس لما اجي حضرتك قال ان ال 40000 اكتر من 400، عشان ما بتاخدهمش. ازاي؟ هقول لحضرتك ازاي. اسالك ازاي. الولد ده كان بياخد 40000 جنيه، كان بيجي ممدوح بيه عباس، ربنا يديله الصحه بقى. نفوجئ على فكره دي صوره العقد. تمام. اتفضل. تمام. فوجئ حازم راجع بيقول لي ممدوح بيه عباس النهارده بعت لي مع الاداري 20000 جنيه. الاستاذ طارق حشيش النهارده بعت لي في مكتبه كده اللي هي محبه بقى بين رجال الاعمال خارج العقد. يعني حضرتك كان ب 40000 جنيه وكان بيخش يجيبوا فلوس، لما بقى 400000 جنيه مش عارف للاسف ما بقاش فيه فلوس. طبعا الاستاذ ممدوح عباس ما بيبعتش. بالظبط. الاستاذ طارق حشيش بطل يبعت. بالظبط. السنه الاولانيه حضرتك نقدر نقول مثلا اخذ من 400000 حوالي 30% من العقد. السنه الثانيه اقل من 50% من العقد. السنه الثالثه اللي احنا ماشيين فيها دي صفر. وخلاص بيروحوا عليه يعني. بيروح حضرتك يقول لك خصومات. المفروض حضرتك كابتن ان الخصومات يعني خصم مني مبلغ، المفروض ان انا كمان بمضي قيمه عقده. ده لائحه. او ان انت بتتبلغ بالخصومات. انا كلمت حضرتك سياده المستشار جلال ابراهيم في النقطه دي، قلت له يا فندم الولد متوقع عليه خصومات تخطت ال 60%. رد عليا فبقول له في العقد يعني انا على قد زي ما بقى كده بقول ما تعديش 50% من قيمه عقد بالظبط. فبقول له حضرتك في العقد بيقول ان الخصومات ما توصلش 50%. قال لي ولوائح النادي الداخليه تكمل 50% الثانيه. يعني الولد يلعب في الاخر ببلاش. لا ولا لوائح اتحاد دولي ولا لوائح في العالم. السنه اللي فاتت يا كابتن وبالرغم من كده ما اشتكيتوش برضه، ما فيش شكاوي بقى في بدايه الموسم. يعني عشان برضه نبقى هم خصموا اخر 50%. ففي بدايه الموسم خلاص انا خصم فليا انا في الجديد.
فهم بيكلموني في النادي ان هم مطلعين ال 25% كده، ان انا المفروض ما اخدهمش، يعني ان انا ليه؟ لسه الخصومات بتاعتي ممتده، أه؟ يعني ال 50% يعني خلاص. الخصومات بتاعتي يعني أنت ممتده. لاعب، بالظبط انت بتلعب بالدين. اه بالظبط. الخصومات بتاعتي ممتده. لا مفيش كده في الدنيا.